بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض حركة الاكسبلور في التيك توك. الطريقة ببساطة ان احنا اول حاجة بنتأكد ان تطبيق التيك توك على احدث اصدار من خلال الذهاب لمتجر بلاي وتحديث تطبيق التيك توك، وبعدين بنفتح تطبيق التيك توك مع بعض. عشان نعمل حركة الاكسبلور بنضغط هنا على علامة الزائد، وبعدين نضغط على القلب، نيجي هنا في التعليقات بنضغط عليها ضغطة مطولة، نضغط على اي ايموشن نسيبهوله تعليق، وبنضغط هنا برضو في المكان ده، وهنا بنضغط على مشاركة. هنا بيظهر معانا خيار المزيد بنضغط عليه، ومجرد ما بنضغط على خيار المزيد كده بيتم عمل الاكسبلور معانا. وبكده دي يكون شرحنا طريقة عمل الاكسبلور. دي كده عملنا الاكسبلور مع بعض. لو عجبك الفيديو ما تنساناش باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.